فاطمة رشدي ماتت بطريقة مأساوية ولعنت الفن وتسولت في أواخر أيامها، وفنان شهير أشهر إسلامه ليتزوجها. هنعرف تفاصيل كتير جدا عن الفنانة فاطمة رشدي، وهنعرف حاجات لأول مرة هتتابعونا النهاردة علشان هنعرفها مع بعض في الفيديو. بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من القناة. بدأت حياتها الفنية وهي عندها 9 سنين لما زارت أختها في فرقة أمين عطلة وأسندوا ليها دور في أحد المسرحيات، وشاهدها المطرب سيد درويش سنة 1921 ودعاها للعمل في فرقته اللي كونها في القاهرة. أما عن سنة 1923 التقت برائد الفن المسرح عزيز عيد، وتوسم فيها موهبتها وعرف انها عندها قدرات هائلة، فضمها لفرقة يوسف بيك وهبي في مسرح رمسيس. وبدأت حياتها السينمائية بداية غير موفقة لما قدمت فاجعة فوق الهرم سنة 1928، والنقاد قالوا انه منجحش وكان سيء للغاية. وعادت إلى الشاشة بفيلم الزواج اللي عملته سنة 1933 كمؤلفة ومخرجة وممثلة للفيلم أمام الفنان محمود المليجي وفي أول أدوارها السينمائية. وتزوجت من عدة مخرجين منهم عزيز عيد والمخرج كمال سليم، وكمان تزوجت من المخرج محمد عبد الجواد، وعاشت بعيد عن الأضواء لسنوات طويلة. وتوفت الفنانة فاطمة رشدي في 23 يناير 1996 عن عمر يناهز 87 عام، بعد أن عانت من حياة مأساوية في أواخر أيامها، حيث كانت تعيش في حجرة بأحد الفنادق الشعبية في القاهرة. وبكده تكون خلصت الحلقة النهاردة، ونرجو من حضراتكم دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة.